السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ اش اخباركم؟ اليوم نشارك معكم الكالامار معمر بالرز. عندي هنا الكالامار، انا خديته شويه صغير ديال التحمار. عندي هنا شويه ديال الرز، درت ليه غير نص طلقه، سلقتوش مزيان وغسلته بالماء بارد من بعد. والفطريه عندي هنايا الملحه، التحميره، شويه السكنجبير، شويه خرقوم بلدي، شويه الابزار، واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك. ندير قزبر ومعدنوس، ثومه وعصير الحامض ورق سيدنا موسى والفلفله الخضراء والحمراء باش نزين، والزيت البلديه باش غادي نشحر هاد العطريه هادي. غادي نحك واحد المطيشه في الطاجين باش ندير بها شويه ديال لاصوص ونرجع معكم. كما شفتوا درت شويه زيت البلديه مع الثومه، خلينا واحد شويه نكتب الحله ونزيد العطريه اللي درنا ولا ما لا والو. نحركو، غادي ندير عصير ديال الحامض باش نجمعو بحال، وغادي نضيف ورقه سيدنا موسى ومعلقه ديال المطيشه الحق، نخليها العطريه ديالي تشحر مزيان. كما قلت لكم ما كندير لا ما لا والو. تشحر على خاطرها، وغادي نزيد عليها الرز. كما شفتوا هي تشحرت ليا العطريه هنايا. العطريه تشحرت مزيان، ناخذ منها شويه. غادي نزيدو على مطيشه طاجين، حكيت هنا واحد مطيشه، واحد جوج فصوص ديال الثومه، وغادي نزيد عليهم شويه العطريه اللي شحرت باش يجينا لاصوص بنين. وهاد لاصوص غادي نزيد عليه كميه ديال الرز اللي قلت لكم سلقتها نص طلقه وغسلت بالماء بارد باش نعمر الكالامار ديالي. كما كتشوفوا انايا شحرت الرز مع ديك القامه باش تدخل مع ديك التوابل كامله ويجي بنين. دابا غادي نعمر الكالامار ديالي ونرجع معاكم. الكالامار غادي نزيد فيه شويه كالامار مقطع من الوسط باش ما يجيناش الرز ما فيه لا مذاق الحوت لا والو، بغينا يجي فيه مذاق الحوت. بغيتو تزيدوا العطريه ديال الحوت كانت عندكم موفره زيدوها، ها كيجي بنين. بعد ما تشحر لنا الطاجين الكالامار ديالنا عمرناه، غنصفو في الطاجين. نصفو كامل، وغادي نقادو عليه الفلفله حمراء وخضراء. من بعد ما كملت الكالامار ديالي، هاد الفلفله اختياريه، بغيتو ديروها باش ديروها ما ديروهاش. انا بعد ما درت الفلفله درت عليه شويه الحامض، نخليو على عافيه مهينه حتى على خاطرو، وبقاو معنا باش تشوفوا نهايه الطاجين.
وهذا الطاجين ديالنا صاب على هذه الطريقه هذه. وشكرا على المتابعه، الى اللقاء.